السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايديا مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو يا حبايبي اضغطوا اشتراك وفعل الجرس واضغطوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. لو انت ايه اول مرة كده تشرفيني وتنوريني في قناتي. تعالوا النهارده بقى هنعمل مع بعض ايه؟ غدا عظمه. النهارده بقى هنعمل الكوارع على طريقتي. دي طريقتي بقى انا. طبعا انت هتشوفوا الفيديو ودي طريقتي اللي انا متعوده عليها او اللي انا ايه بعملها يعني على طول. خلاص طبعا دي الكوارع دي او الرجول بتاعت الضحيه بتاعتنا. طبعا بصوا دي كنت منضفاها يوم العيد يعني. وحطاها في الفريزر كده واخويا يعني كان مكسرهم لي كده ايه بالسطور والحاجات دي. طبعا ايه بس انا بقى ايه هخلصهم كده من بعض عشان ايه طبعا لازم الكوارع دي لازم ايه تتكسر كده بالشكل ده. خلاص في ناس بقى ايه بتقطعها كده حتت وتشيل بقى منها ايه العظمه. لا احنا متعودين ان احنا ايه بنقطعهم كده او بنكسرهم كده يعني. خلاص وبنقطع كده الحته اللي قدام كده نصين بالشكل ده اهو كده بالطريقه دي. طبعا الرجول دي طبعا من الاكلات الجميله جدا يعني. حلوه، في ناس طبعا بتحبها وفي ناس مش بتقبلها. يعني انا عندي في البيت، انا عندي بنتي ما تحبهمش خالص ولا تحب ريحتهم كمان. فاحنا البيت عندنا كله يعني بيحبوا يعشقوا حاجة اسمها كوارع يعني. جميلة جدا وحلوة جدا عامة. الطريقة بتاعتهم الطبيخ بتاعهم يعني عامة بيبقى حلو جميل كده. بتبقى ايه في ناس كمان بتحب الكوارع، بتحب تاكلهم كده في الشوربة. لا احنا بقى انا بحب اعمل لهم الصلصة بتاعتهم كده وبتبقى الكوارع بيبقى عليهم صلصة كده ويبقوا حلوين. في ناس بقى ما تحبهمش بقى ايه بالصلصة والحاجات دي، بيحبوا الكوارع بالشوربة بتاعتهم. لا انا بفضل يعني بنعمل لهم صلصة كده والتخديعة بتاعتهم بيبقوا جمال يعني. تعالوا كده ايه بعد ما قطعتهم كده بالشكل ده طبعا لازم اعيد عليهم التنظيف تاني. لازم انضفهم كويس جدا جدا عشان ايه طبعا التنظيف بتاع يوم العيد او يوم الضحية يعني بيبقى بسرعة بسرعة طبعا عشان ننجز. فوقت بقى وقت الطبيخ ده لازم ننضفهم كويس جدا يعني. اي حاجة كده اي شعر اي حاجة لازم ايه تنضفه كويس جدا جدا. عشان طبعا الكوارع دي طبعا عامة دي كلها عصب وحاجات زي كده. فالجلد دي طبعا بتتاكل فلازم تتنضف كويس جدا يعني. خلاص بصوا وتشوفيهم كده تشوفي تحت الجلدة كده لو في شعر ولا حاجة ولازم نغسلها كويس جدا يعني. اهو بالسكينة كده واكحت الجلدة عشان اي حاجة بقى فيها كده تروح طالعة يعني. خلاص هم عامة نضاف يعني ايه حاجات بسيطة خالص كده نضفتها يعني. كانوا نضاف يعني انا كنت منضفاهم كويس يعني. تعالوا بقى في الحته اللي كده اللي قدام كده في حتت سودا كده بكحتها كده بالسكينه بيطلع معايا زي ما انتوا شايفين كده بكحتها يعني. عشان ايه طبعا الحتت السودا دي مش هينفع طبعا ايه تطبخ يعني بيها. لازم ايه ننضفها كويس جدا. لو انت كمان عندك الليفه السلكه دي ممكن تكحتي بيها يعني هينضفوا معاكي بسرعه يعني. انا بقى بكحت كده بالسكينه بيطلع معايا بسرعه. شايفين نضاف جدا جدا وحلوين جدا. وكانوا حلوين يعني بصراحه. كان غدانا النهارده كان جميل جدا. اهو اكحتي بالسكينه بس خلي بالك بقى دي السكينه يعني انا اتعورت من السكينه وانا بكحت كده اتعورت الصبع يعني اتقطع. فيعني لو انت يعني عندك هتطبخي الطبخه دي فخلي بالك يعني. اهو كده طبعا الرجول دي او الكوارع دي كوارع كوارع بقري يعني مش جاموسي. لو كوارع جاموسي بتبقى بيضة بيضة قوي يعني. فدي كوارع بقري يعني فايه فهتلاقي لونها غامق شوية عن الكوارع الجاموسي يعني. خلاص اهو كده اكحتي كويس جدا جدا اهو عشان ايه الحاجات السودة دي تطلع معاكي يعني. اهو كده وزي ما قلت لك يعني لو انت عندك الليفه اللي فيها سلكه دي هتنجز معاكي بسرعه وهتنضفهم معاكي بسرعه كمان.
اهو كده بالشكل ده، واي حاجة فيهم كده دم او اي حاجة بشيله يعني، اهو كده بالطريقة دي. تعالوا كده ايه، طبعا كانت كمية كتيرة طبعا، هياخد معايا وقت كتير في الفيديو وهتزهقوا مني طبعا. بصوا بعد ما نضفتهم كده، بصوا خليتهم لمعة كده وحلوين جدا. تعالوا بقى ايه، حاطين كده حلة على النار، حاطين فيها مية ومولعين عليها. شايفين؟ بقول لكم يعني ايه، دول بقوا حلوين جدا. معايا بصلايه كبيره قسمتها نصين كده، ومعايا جزر، ومعايا ورق لورا. حطينا كده ميه وايه، وقبل ما تغلي يعني هتبقى لسه هتدخل في الغلا كده، ايه هنحط كده الرجول، هنسقطهم كده في الميه بالشكل ده. خلاص، هي دي طريقتي في طبخ الرجول، طريقه حلوه وانا متعوده عليها، على طول بعملهم كده على طول، بيبقوا جمال جدا. خلاص سقطت كده ايه، نزلت كده ايه بالرجول بالطريقه دي. واحط لها دلوقتي الحاجات الايه، التوابل والحاجات دي. طبعا الرجول دي عامه مش بنعرف ايه نشوح، لازم هنعملها كده. حطينا الجزر والبصل وورق اللورو، وهحط كده ايه تاني، هحط كزبره ناشفه، واحط حبه كمون، واحط حبه ايه، حبه من الحبهان وجوز الطيب المطحونين مع بعض. اهو كده بالشكل ده. طبعا الملح مش هحطه دلوقتي خالص، غير لما يدخلوا في السوا. كده بالشكل ده يبقى ورق لورو وجزر بصل وكزبره ناشفه وكمون وايه، وحبهان مطحون في ورق لورو وجوز الطيب. بصوا تعالوا كده بعد ما غلوا حبة كده معايا، بصوا ما شاء الله الشوربة بتاعتهم جميلة جدا. سمينة يعني وكده وحلوة يعني، من الرجول كانت سمينة يعني. النخاع بتاعهم بيبقى كتير يعني، بيبقوا حلوين. بصوا داخلين كده في السوا كده. انا هحط لهم بقى الملح. ما تحطيش الملح اول ما تحطيهم كده على النار، لا، اول ما تلاقيهم هيدخلوا في السوا حطي لهم الملح. بصوا الشوربه بتاعتهم جميله جدا. طبعا انا هحطهم على العين الصغيره واسيبهم بقى ايه يعيشوا حياتهم، عشان عامه الرجول بياخدوا نار كتيره. واحطهم على العين الصغيره ونرجع تاني نشوفهم مع بعض. تعالوا كده ايه، بعد ما سبتهم كده واستووا، لما تحطيهم على العين الصغيرة وتهدي من عليهم النار بيستووا بسرعة. بصوا ما شاء الله الكوارع بتاعتي كانت زبدة معايا. بصوا مش مستحملين اي حاجة، لدرجة ان انا لقيت عظم لوحده كده من غير الايه، من غير اللحم بتاعه، من غير العصب بتاعه. شايفين؟ بصوا حلوين جدا جدا، وكان والله العظيم طعمهم جميل جدا. جربوهم على طريقتي. وعامة الجزر في الحاجات دي بتخلي عامة الشوربة طعمها حلو، والكوارع عامة بيبقى طعمها حلو يعني. حطي جزر في شوربة الكوارع بتبقى جميلة جدا. تعالوا بقى ايه، بعد ما طلعتهم كده من الشوربه وحطيتهم كده ايه في صينيه الفرن، عملت لهم بقى التخديعه بتاعتهم. طبعا كلنا يا ستات البيوت بنعرف نعمل الصلصه، بصل وتوم، ونحط الطماطم كده ونحط التوابل ونسيبها كده لما تتخدع معانا، واحطها كده ايه على الكوارع بتاعتنا. شايفين؟ طبعا دي انا احطها شغل لها حابه تحطيها في الفرن الصينيه حطي، حابه تخليها على عين البوتاجاز شغلي لها عين البوتاجاز براحتك. انا لقيتهم بقى استووا معايا بسرعه جدا. بصوا لدرجه ان العظم لوحده والعصب لوحده، فما رضيتش بقى احطهم في الفرن. قلت بقى ايه، دول هيبقوا ميه بقى معايا. حطيتهم كده ايه، خليتهم غلوا حبه كده بسيطه خالص على عين البوتاجاز وطفيت من عليهم. لو انت حابه تحطيهم في الفرن حطي، لو انت يعني ايه، لو هم يعني مش مستويين قوي حطيهم في الفرن. لو مستويين قوي زي اللي معايا كده، مش مستحملين اي حاجه، حطيهم كده على عين البوتاجاز من فوق يغلوا غلوه كده واطفي من عليهم. خلاص اهو كده بالشكل ده. ونرجع تاني نشوفهم كده ايه بعد ما غلوا معايا حبه. بصوا الجمال، جميل جدا جدا جدا. ودي الكوارع بتاعتنا اللي انا متعوده عليها، واللي انا ايه بطبخها يعني، ومتعوده على طريقتها. بصوا شايفين؟ مش والله العظيم، بصوا ايه الحته اللي انا مس... مسكاها كده بالمعلقه دي، العظم بتاعتها مفيش يعني، لدرجه ان هي اتهروا معايا يعني، اتهروا معايا كده في الشرب بتاعتهم. وكانوا جمال جدا جدا وطعمهم تحفه. احنا بنحبهم كده بالصلصه، في ناس بتحبهم بالشرب، كل واحد وطريقته وطريقه اكله. دي طريقتنا احنا وطريقتي انا في ايه طبخ الكوارع.
طريقة جميلة جدا، جربوها بجد تحفة وجميلة جدا. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لايك من ايدك الجميلة عشان الفيديو يكبر بيكم والقناة تكبر بيكم. وشير كده لاعمال ايديا مع ام كريم. بحبكم في الله احلى متابعين، ومتنسيش اللايك من ايدك الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.